أهلا وسهلا فيكم مطبخ أم همام على اليوتيوب. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل لكم حشوة معجنات، وكمان حتى أنا بحشيها بالسمبوسة. فهون عندي صدور دجاج مفرومين ناعم، مش ناعم، مكعبات يعني صغيرة. أنا عملت 4 صدور. الغاز هامي، بدي ياخدوا لون. بحب أنا بهاي الفترة أضيف بهار الدجاج، وأنا البهار اللي بدي أستعمله بهار جرم مسالة. بدي أحط معلقة صغيرة، بحب الدجاج يتنكر، وأحط كمان ربع معلقة فلفل أسود. طبعا هون انتي إلك حرية الاختيار بالبهارات، بتجربوها بالبهارات هاي كتير زاكية. هلا تغير لون اللحمة، بدي أحط بصلة وسنين ثوم، الثوم حسب الرغبة. هون برشت 4 جزرات، هلا بحط الجزر، شو رأيكم بهالحشوة؟ ولما تتدبل وتستوي طبعا ما بدنا ننسى الملح. ممكن نحط بودرة الدجاج او بديل بودرة الدجاج. بدي احط معلقة هيك بحس عليه اعشاب، هيو معلقة صغيرة. ولما شوي الجزر احط الملح وندوق شو بتحتاج بنضيف. يعني هذا مش حلو نلتزم بالمقادير، انتي بتنقصي وبتزيدي حسب ما بدك. هلا لما تستوي برجع لكم ان شاء الله عشان نحضر العجينة مع بعض. هي رجعت لكم، بدي اعمل العجينة. هلا انا بحتاج 3 كوب طحين بالكوب المعياري، حطيت عليهم معلقة ملح صغيرة ومعلقة بيكنج باودر صغيرة. هلا عندي هون 3/4 كوب مي دافية، بدي احط عليها معلقة خميرة كبيرة، واحط رشة سكر على اساس تتفاعل الخميرة. هلا بدي اكمل هون ربع كوب زيت، وبحتاج كمان نص كوب لبن. هدول كلهم بدي اخفقهم. واحط المي. المي مش سخنة ولا فاترة، دافية. هي هون رأسا تفاعلت. هلا بدي احط 3/4 الكوب، واذا احتجت بحط قدامكم ان شاء الله. هلا بدي اخليهم ينعجنوا كويس. بسم الله. هلا بدي اشوف العجينة.
شايفين ما احلاها؟ هلا خلص اخذت بس 3/4 الكوب. هلا بدي اتركها كمان تعجن، اذا محتاجه بجوز احط عليها معلقه، وبجوز لا اتركها زي ما هي. معلش بس بدي افرجيكم هاي الخطوة. شايفين العجينة؟ شايفين البولة؟ ولا فيها اشي. اذا 3/4 كوب مي اخذت العجينة بالضبط، مع نص كوب اللبن، لبن زبادي، ومع ربع كوب زيت. فهلا بدي اتركها تعجن 5 دقايق لما تصير ناعمة وحلوة ملسة، وان شاء الله بحطها ببولة، بدهنها بشوية، برش شوية طحين وبغلفها، بدي اتركها ترتاح. هي العجينة هيك عجنت ممتازة، شو ما احلاها. هلا بتركها ترتاح، رشيت شوية طحين، وبدي اغلفها بنايلون واتركها تقريبا نص ساعة لما تخمر ويتضاعف حجمها، وإن شاء الله برجع لكم. هي العجينة ارتاحت، بدي أقطعها كرات. شوفوا ما شاء الله، هي قطعت العجينة كرات، تركتها ترتاح. أفضل، لازم ترتاح، ولازم نغطيها بفوطة مطبخ نظيفة. هلا بمدها، هي فردت. هي الحشوة اللي أنا جهزتها. طبعا انتي بتحطي الكمية اللي بتحبيها، لازم تكون مليانة طبعا. هي أجبان شيدر وموزاريلا. هلا بسكر، بجيب هاي على هاي بطبقها، بسكر منيح عشان ما تفلت. ان شاء الله تكون واضحة. وبقلبها هيك، ان شاء الله يا رب تنال اعجابكم. ما بعرف واضحة. هي عجينة اللبن دائما الا شوي تلزق، رشي لك شوية طحين تتخلصي من هالمشكلة. بسم الله. يعني معلقة كبيرة بكفي وزيادة، بس أنا بحب تكون مليانة حشوة. حطي الأجبان اللي بدك إياها. وهلا أهم من هيك بتركها ترتاح كمان ربع ساعة. والمعجنات بتنخبز على حرارة عالية دائما. معجنات بيقولوا لي ام همام تطلع العجينة ناشفة. طب يا ربي ليش ناشفة؟ معجننا قدامكم وكله تمام وممتاز، العجينة ناشفة لازم ترتاح، لازم ضروري. هلا انا رقيتها، بتركها ترتاح ربع ساعة اقل شيء، وان شاء الله لما اخلصهم برجع لكم. هي هون ارتاحوا. هلا حطيت انا صفار بيضة ومعلقة حليب ونص معلقة خل ابيض. هلا بدهنهم كلهم ان شاء الله. وبدي ارش عليهم سمسم كلهم وارجع لكم. بدي اكملهم وارجع لكم. هي انا دهنتهم كلهم بالبيض والحليب والخل. هلا محمية الفرن على درجة حرارة 190
يعني ما باخذ وقت، من 15 ل 20 دقيقة أكتر إشي. طبعا من تحت وبعدين من فوق، وإن شاء الله لما يطلعوا بفرجيكم إياهم. هي هون أنا خبزتهم. يعني إيش بدي أقول لكم، معجنات تستحق التجربة، فبنصحكم تجربوها. لايك وشير والضغط على زر الاشتراك. بحبكم من كل قلبي وبشكر تعليقاتكم الحلوة. يعطيكم ألف عافية.